سيرفايفر سيريس اللي خلاص باقي عليه اقل من يومين كوقت نزول الحلقه دي، واللي مفيش كلام كتير نقوله على ابنائه اكتر من اللي قلناه في حلقه الاسبوع اللي فات، فارجع اتفرج عليها. يعني اتكلمنا على اهم احداث اخر عرض رول سينا، واتكلمنا برضه على البناء الحقير للور جيمز السنه دي. فالكلام في البناء اظن بقى قليل، لكن دلوقتي هو وقت التوقعات. واحب اقول لك يلي بتشوف الفيديو ان الفيديو ده بس متسجل قبل عرض الرو اللي هيبقى بالنسبه لك خلاص اتلعب. انا مسجل الفيديو ده يوم الاحد، عرض الرو بالنسبه لك هيكون خلاص اتلعب لما ينزل الفيديو ده يوم الخميس. ففي فقره لرومان رينز وفقره لبروك ليزنر انا ما شفتهاش، فمشي الدنيا معايا كده يا قلب اخوك، وخلينا نخش بقى في التوقعات. هنبدا التوقعات بتوقع نزال الجوت على بطوله القارات. بص، انا بعشق جون سينا وبحبه جدا، لكن العقل للاسف يغلب العاطفه دايما. بعد اللي حصل في الرو اللي فات وخساره دمدم، اظن ان دمدم اللي الدبليو دبليو بتبنيه انه يبقى واجهه الشركه مع برون بريكر، معرفش ازاي الصراحه، يعني ما مش فاهم ازاي مش هيخسر مرتين. يعني هو مش هيخسر مرتين حتى لو من سينا. وحتى سينا على فكرة، سينا نفسه مش هيقبل بكده، هو هيحب يدفع بالشباب لانه قال كده، وقال انه عايز يصنع جيل جديد قبل رحيله. فكل المؤشرات تخلينا اقول ان للاسف دمدم هياخد الدفعة وهيثبت جون سينا ويكسب بطولة القارات. بس ازاي؟ ما هو دمدم مش هيكسب كلين، مستحيل يكسب كلين، مستحيل. دي بقى ممكن حتة ازاي نرغي فيها شوية. يعني ممكن دمدم يكسب بالغش، وعملها كتير قبل كده، يكسب بالغش بقى بأي طريقة، يلهي الحكم ويضرب جون سينا بالحزام أي طريقة ويكسب بيها بالغش. وممكن بقى، وده توقعي، عودة الأستاذة ليف مورجان اللي المفروض اللي طالع عنها كلام إن هي خلاص قربت ترجع وبتجهز لعودتها وإنها رجعت تتمرن. فهل عودة ليف مورجان تكسب دمدم؟ ممكن، دي انا اتقبلها. يبقى جون سينا على الاقل خسر بطريقه ان هي لا، سينا ما خسرش كلين، وده منطقي لازم يحصل. فتوقعي بقى من الاخر ايه يا عمر؟ توقعي من الاخر هو عوده الباشمهندسه ليف مورجان وتكسب الخلفه العرض، تكسب الخلفه حتى بقي مش راضي يقولها، والله ما اشيلها من المونتاج يا عم. يلا، المهم توقعي هو عودة ليف مورجان وتكسب الخلفة العار دوت بطولة القارات من قدام جون سينا. للأسف. وبما ان الكارد فاضي فمش هنضيع وقت بقى، يلا بينا ندخل على نزال الوور جيمز الرجالي اللي محير الصراحة. يعني ومش محير عشان البناء حلو لا سمح الله، لأ، هو محير عشان بناؤه غريب. يعني احنا شفنا خلاص ان الفريقين اكتملوا زي ما كنا متوقعين، رومان وبانك وكودي والاوسوس ضد بروك ليزنر، برون وريد ودرو ولوجان بول. طبعا انا مش عايزك تتخض لان الفرق بين الفرقتين يا جدعان كبير قوي. يعني فريق بريكر وبروك ودرو لوحدهم بالفرقه التانيه كلها، بما فيهم رومان اللي باين فعلا ان اللوكيميا مأثره جامد عليه، ربنا يعافينا ويعافيكوا يعني. المهم يعني ان مور جيمز السنه دي هي غير متكافئه، لكن خلينا قبل ما نتوقع الفايز نتوقع سيناريوهين كده هقولهم وعلى الله بقى، يا يصيبوا يا يخيبوا. التوقعين هم ان الوور جيمز فيه منها عداوتين هيطيروا على المين ايفنت المانيا الليله الاولى والليله الثانيه. يعني انا بقول ايه؟ يعني انا بقول ان الوور جيمز السنه دي هتمهد لعداوتين، العداوتين دول هيتصدروا ليلتين المانيا كده كده. وطبعا العودتين دول للاسف، يعني مش للاسف قوي، بس انا كان نفسي درو يبقى معاهم بس هو للاسف مش معاهم. فالعداوتين دول مش هيطلعوا بره بروك ليزنر، رومان رينز، بانك وكودي، اي اتنين مع اي اتنين بقى. تاخد توقعي بقى الوور جيمز هتبدا تمهد لمين ايفنت نايت 1 بين بروك ليزنر وسي ام بانك على بطولة العالم. ده توقع كده على الله يعني. توقعي ان بروك ليزنر هيلاعب بانك في مين ايفنت المانيا الليله الاولى، ده اول حاجه. ورومان رينز الفيس هيلاعب كودي رودز الهيل في مين ايفنت نايت 2 على بطولة الاتحاد. شفتي دي بقى؟ ما ترجعش ورايا.
كودي رودز هيلاعب رومان رينز، وكودي رودز هو الهيل. في توقع انا عارف ان هو صعب وهو مستحيل ممكن يحصل، لكن هو توقع كودي رودز هيقلب هيل في بنقل المنيا باي يكن بقى، باي طريقه، وهيقدر يلعب رومان رينز اللي هيبقى فيس والتيميت فيس. وفي المين ايفنت رومان رينز هيكسب بطولة الاتحاد من كودي رودز تاني ويرجعها. توقعات للمنيا من بدري، بس خليك ماشي معايا كده. هو الموضوع صعب، اصعب توقع بالنسبه لي توقع حوار كودي ده، باقي اصلا منطقي، لكن توقع حوار كودي دوت صعب يعني. بس الصراحه انا متحمس فشخ لكودي رودز الهيل. يعني ده توقع حاجات مستقبليه، ماشي خلاص توقعنا حاجات مستقبليه. ايه بقى توقعي للور جيمز؟ بص هقولك، لو حصل اي حاجه غير فوز الهيل يبقى عبث، الا لو بروك ليزنر ما استحملش يبقى مع فريق وطوح الضرب حتى في فريقه، والله تطلع عادي منه، ده ابن مجانين. دي الحاله الوحيده لفوز الفيس، لكن اي نتيجه غير فوز الهيل تبقى عبث رسمي. ده رايي. توقعي بقى، توقعي هو فوز الفيسز، ويا رب ابقى غلطان، وللاسف اللي هياكل التثبيته يا جماعه هيبقى درو ماكنتاير، حابب ابشركم يعني، عشان يبقى كمل دفن رسمي وخلاص طلعنا وجبنا النعش ورايحين ندفن. بس ده توقعي لنزال الوورد وبس كده. ده كان الفيديو، كان فيديو خفيف لطيف، لان الصراحه مفيش كلام يتقال عن الوور جيمز، يعني انا اتكلمت في كله في فيديو بناء للوور جيمز، فمفيش كلام يتقال. هنستنى نشوف اللي هيحصل في عرض الرو، ممكن نبقى نعمل حلقه تانية كده في نص الاسبوع نشوف الدنيا يعني. بس توقعي ان الاخر هو فوز دمدم وفوز فريق الفيسز في الوور جيمز. بس ده كان فيديو النهارده. انا معلش لو في كلام بقى اتلخبط او كده، واصلا في اغلبيه الفيديو طلعت بره السكريبت وانا عندي برد، فمشي الدنيا، نص الحروف ضايعه اصلا. بس ده كان فيديو النهارده، متنساش تعمل شير ولايك وتشترك في القناه عشان كل جديد. بس كده، ده كان نهايه الكلام. سلام.